يا رجاله عاملين ايه؟ تعالوا بس اوريكم الحلاوه دي الاول. المفروض بقى دلوقتي يعني ان الناس يعني اكراما منها انها تحط فلوس في البتاع بتاع الجيتار اللي محطوط اللي لونه ازرق ده. فنانين اقسم بالله مش شحاتين. واحنا دلوقتي بقى ايه، خدنا الراجل المحترم ده بقاله اسبوع هنا في المانيا، هنروحوا نتصوروا والجو النهارده حلو. طالما انا لابس نضاره الشمس ببقى متمزج الصراحه، فهنروح دلوقتي ايه مكان حلو كده للتصوير، نتصوروا شويه صور حلوين ونعملوا فلوج حلو. بصوا انا مدلعكم في فلوجات الفتره دي، تقريبا 5 6 فلوجات اللي نزلتهم الفتره الاخيره، والشمس طالعه والدنيا صافيه ومفيش شتاء، وان شاء الله يعني ما يكونش فيه شتاء عشان الدنيا بتقلب في ثانيه. بقول لك يا معلم ايه، بقالي اسبوع هنا يا باشا عايز اتفرج على البلد. انا عاوزين تتفرجوا على البلد وافرجكم انتوا كمان على البلد. الراجل ده صاحبي من اولى ابتدائي، بقالنا 14 سنه اصحاب. فالمفروض بقى اساسا الفلوج بتاع النهارده ده يكون متصور في معرض لامبورجيني اساسا يعني. بس ايه يعني لامبورجيني النهارده المعرض بيقفل الساعه 2 لان النهارده السبت بس. فقدام هنا ايه بحر، وكاننا في اسكندريه يعني. انا هوديكم اسكندريه دلوقتي، اسكندريه بس على ارخص شويه. بس عايزين بقى نتصوروا شويه صور حلوه، شويه حاجات حلوه ان شاء الله. بعد رمضان هصور لكم كل الفيديوهات اللي انتوا نفسكم فيها، بس في رمضان الوقت ضاق شويه. في فيديوهات كتيره انتوا طلبتوها مني، الاوسبيلدونج والدراسه والكلام ده، وفيديوهات المانيا هنرجعوا بقى تاني لفيديوهات الدراسه بس ايه بعد رمضان. وبصوا بقى المناظر تحفه. بصوا قدام هنا زي تمثال كده، 2 واقفين جنب بعض، 2 واقفين بيزقوا بعض تقريبا او حاجه كده يعني. وده المنظر جامد جدا. هقفل نصوروا شويه صور حلوه وبعد كده نرجع لكم تاني شوفوا هنعملوا ايه. عايز النهارده الف الصراحه، والنهارده السبت وبكره وبعده اجازه، يوم الاثنين اجازه الاسبوع ده عشان ايه شم النسيم. المحلات طبعا كلها كالعاده قافله يعني، كل الاعياد او في كل الاجازات او الكلام ده لازم كل المحلات تقفل، فالبلد كلها بتبقى قافله. بس فنزلنا النهارده نتمشى وهنرجع نشتري حاجات، وعايز بقى اطبخ النهارده اصور لكم النهارده الاكل اللي انا عاملها. فدلوقتي نصوروا شويه صور حلوه كده وايه ارجع لكم تاني. شايفين بقى ايه الجو عشان حلو، فالناس كلها بقى ايه في المركب، والمركب ده على قدام خالص اول حته فيه محطوط علم لبنان معرفش ليه، والناس مبسوطه جدا. واحنا دلوقتي هنروح بقى ايه نشتري حاجات من السوبر ماركت، بعد كده اروح اطبخ. عايز اطبخ النهارده طبخه حلوه، وهعمل بقى الرز مدسوس ولحمه وشغل بقى ايه فاخر على الاخر. ولا انت ايه رايك؟ عايزك تاكلني معلم اكل جامد يعني. انا اساسا بحب الطبخ يعني احلى حاجه لما تكون انت عايش لوحدك وبتحب الطبخ. بس فانا هفنن النهارده ونروح بقى السوبر ماركت. شوف لنا بقى كده سوبر ماركت هنا قريب من هنا. وانا بقى بعد رمضان عايز بقى ايه اعمل سلسله فيديوهات حلوه لحاجه يعني غالبا الناس بتتكسف تتكلم فيها. هعمل بقى سلسله فيديوهات يعني، بس هتبقى شورتس كلها في الاخر يعني. ممكن بعد ما اخلصها اجمعها في فيديو بس. وعايز برضو اعمل فيديو جامد جدا بعد رمضان برضو ان شاء الله. هيبقى ايه تحدي 90 يوم، هم 90 يوم بالظبط اللي انت تغير فيهم حياتك. وانا يعني انا برضو هغير فيهم حياتي يعني. احنا هنبداوا التحدي مع بعض ونشوفوا في اخر التحدي هل في الاخر فعلا عرفنا نوصلوا للهدف بتاعنا ولا لا. واعمل بقى جروب على التليجرام واحط لكم لينك الجروب. لسه مش يعني انا لسه ما عملتوش، بس هعمل الجروب واحط لكم اللينك بتاعه، وهعمل بلان ونمشوا عليها ان شاء الله. بس الكلام ده هيبقى بعد رمضان. هنغير حياتنا في 90 يوم باذن الله. عاده بقى عايز تبطلها او عاده عايز تبنيها، تروح جيم تتمرن تعمل رياضه، من الاخر هيبقى فيديو جامد. فانا هوريه لكم ونشوف نقارنوا كل حاجه قبل وبعد ال 90 يوم. فان شاء الله يبقى فيديو حلو هيعجبكم يعني، وهنعملوا شويه حاجات حلوه. وعشان بقى الربيع زي ما قلت لكم، تعالوا بس كده ايه نعدوا الاشاره دي بسرعه. شايفين بقى جمال الشجر بقى. بصوا بقى، بصوا جمال الشجر وجمال الشمس وجمال الناس. وده المفروض الجسر اللي احنا ايه كنا صورين في الجزء الثاني. ودي طبعا بالليل بتبقى حفلات وخمر ونساء. اساسا انا شام ريحه الحشيش دلوقتي، شام ريحه الحشيش. وفي طبعا ناس قاعده تحت مستغربه من اللي انا بصور. بص البنت بصالي ازاي تحت. البنت تحت واقفه يعني بصالي كده ايه دايركت، هي مستغربه من اللي احنا بنقوله اصلا او من اللي احنا بنعملوه معرفش ليه. بس عشان الجو حر انا مش يعني انا حران برضو على الهايكول اللي انا لابسه ده. بس يعني المنظر جامد يعني. ايه رايك بذمه اهلك؟ عمرك شفت حاجه زي دي كده في مصر؟ لا
شايف الشجر ده، في شجر ابيض وشجر، بس الشجر ده ما بيبقاش كتير يعني. الشجر ده كمان ايه 3 اسابيع كده هيقع ويطلع بداله ورق تاني. هو بيقع من دلوقتي على الارض ولا ما هو بصوا هو بقى بيبدا يقع. وبصوا بقى شركه مرسيدس قدام اهي، شايفين؟ وبصوا بقى راسمين على الحيطان، والله حاجات جامده يا جدعان. وشكل الشجر جميل والناس كلها بتصوره. بيبدا في خلال بقى الفتره دي يطلع بقى الشجر الكريز وشجر التوت وشجر الفلاومه اسمها ايه يا ابني بالعربي؟ مش علم مصر ده؟ هو احمر وابيض واسود بس مفيش حاجه في النص. هو في علم احمر وابيض واسود، انا مش عارف ده علم ايه. هو في حاجه، هو في تشكيله اعلام موجوده على اليخت ده يعني، مش عارف ليه. انت ايه رايك في الجو بال3 طن هدوم اللي انت لابسهم دول؟ دلوقتي تقريبا هي كام؟ 9 ولا حاجه؟ بس الجو حر دلوقتي. شوف لنا كده درجه الحراره كام؟ درجه الحراره دلوقتي 13، بس الجو حر قوي يعني. مع الشمس الجو حر. انا لابس ده ولابس ده وحران. المفروض بقى من بعد رمضان الجو يبدا يحلو يعني. احنا كده المفروض في الربيع كده رسميا بدا فصل الربيع وشم النسيم وكده، واحنا قاضيين اجازه شم النسيم والناس كلها مبسوطه ولابسه ملونه اهي، والناس كلها ماشيه بتصور، والشارع زحمه النهارده عشان النهارده السبت. الشارع زحمه والناس بقى نازله بتتفسح وبتخرج وبتتصور، وكمان يعني ايه يعني الجو حلو وفي نفس الوقت يوم السبت، فدي ما بتحصلش كتير. كده السوبر ماركت ازاي؟ بص احنا هنمشي ستريت كده على طول كده نعمل يوتيل. بصوا البيت ده، شايفين ملونينه ازاي؟ الناس هنا مبدعين يا جدعان. شايفين التسلا اللي معديه دي؟ شايفين التسلا؟ انا ما بحبش العربيات الكهرباء الصراحه. ولع على البورش. انا ما بحبش العربيات الكهرباء زي ما قلت لكم. بحس العربيات الكهرباء شبه البت المدلعه. عارف انت البت اللي هي بتاعت تتكلم كده؟ او انا بحس العربيات الكهرباء كده. انا بحب العربيه اللي هو الشكمان، فاهم انت؟ شفتوا دلوقتي التسلا معديه وراها البورش كانت عامله ازاي؟ التسلا ساكته كده هاديه. انا حاسس ان انا في اسكندريه يعني، حاسس ان انت في ايه، في سموحه مثلا، في اسكندريه في محطه الرمل، ولا انا حاسس كده لوحدي؟ بيحاولوا يبقوا زينا بس مش عارفين. هم اهو قال لك اهو بيحاولوا يبقوا زينا بس مش عارفين. شايفين المفروض دي يعني كافيه. والله العظيم ماشيين في اسكندريه، استغفر الله العظيم، اللهم اني صايم. بس يعني وحشتني اسكندريه والله، وحشتني حاجات كتيره في مصر. المحل ده مكسيكي. كانت في مره كده كنت عايز اكل الكشري يعني. انا كنت هموت واكل كشري. قعدت ادور يمين وشمال ان الاقي حد بيعمل كشري، مش لاقي. كان قبل ما الراجل المصري اللي انا صورته في الفلوج اللي فات يفتح المحل. قعدت ادور مش لاقي خالص، لغايه بقى ايه ما لقيت واحد الماني كان عايش في مصر، او عايش في مصر طول عمره يعني، وبيتكلم مصري احسن مني، بس هو شكله الماني يعني. انا وانا بتكلم معاه الماني وهو بيرد عليا مصري. فلقيته كان عامل كشري وبتاع، فهو الشارع كان شبه ده كده. بس طبعا الكشري ما كانش شبه كشري مصر بالظبط، ولكن كان يعني يسد، فاهم؟ شايفين بقى ما شاء الله الحته المرسيدس دي، هو الشارع كله، ودي كمان حته مرسيدس اهي. شايفين اللي هو اللي ماشي بالعجله ده؟ والله مالك حق، انا زعلان منك، اصل ده بيت اخوات انا ماليش فيه والله العظيم. بس ده السوبر ماركت اهو. انا هحاول ادخل اصور لكم جوه السوبر ماركت، يا رب ما يجيش واحد رخم ويقول لي ممنوع التصوير هنا. كده ايه بقى في السوبر ماركت وايه يعني، اوريكم شويه حاجات. السوبر ماركت ده مش حلو والدنيا ايه، الدنيا زحمه كده. ده اسمه كرابي يعني، مش عندنا في مصر. ورق العسل وبطاطا. انتوا عايزين طبعا تعرفوا الاسعار. هو السوبر ماركت ده غالي شويه يعني. هنا الموز قد ايه؟ الكيلو ب5 يورو، او يعني ب4 يورو ونص، بس غالي. كيوي ال4 دول المفروض ب2 يورو. السوبر ماركت اصلا ده انا مش لاقي حاجه تتصور، وايه انا هجيب بقى الحاجات المهمه وبعد كده لما نطلع نكملوا كلام. قشطه. شايفين الاول ايه؟ خلينا في الحته الاودي الجامده دي ما شاء الله. اشترينا بقى دلوقتي حاجات. انا ما صورتلكوش كتير جوه السوبر ماركت لان السوبر ماركت ضيق وزحمه والناس فيه كتير وشكله اصلا مش حلو. زي ما قلت لكم الحته ايه شكلها شعبيه كده، فلما ادخل سوبر ماركت اكبر هصور لكم يعني. واحد دلوقتي وقفني قال لي انت يوتيوبر واسم القناه بتاعتك ايه وبتاع. بحب انا بقى الحاجات دي، فاهم؟ شايفين الحاجات اللي على البيت من فوق ده اللي شبه العش ده عباره عن شجر. في الصيف بقى بيبقى مليان ورق وشكله بيبقى تحفه. في بيوت بقى بيبقى مليان يعني البيت كله كده من اوله لاخره عليه الشجر ده. هبقى اوريه لكم لو لقيته دلوقتي، او لو لقيته بعد كده هصوره لكم. ايه ده كل دي فلوس؟ ان شاء الله. بصوا يا جدعان ما شاء الله انا مرزق يعني. بصوا لقيت كميه سنتات قد ايه. كل دي بقى ايه 5 سنت 2 سنت الحاجات دي كلها. بصوا ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. مرزق من يومك ابو السركات. وهنا اوبر اهو، والبيوت كلها مرسوم عليها، وفي جامع هنا اهو ومكتوب رمضان كريم. بص يا مصطفى
في هنا جامع في الحته دي، الحته دي مليانه عرب. هنا اهو بص في رسمه جامع هي اساسا مرسومه على المبنى. وبصوا بقى جمال الشجر بقى، الاخضر مع الابيض، ولسه كل ده هيتملى، لسه في حاجات حلوه. والعربيه دي سمارت. العربيات السمارت هنا كتير قوي في برلين لانها صغيره، يعني ترميها في اي حته كده. انك تعمل بارك صعب قوي هنا في برلين، فبتحاول تجيب عربيه صغيره بقدر الامكان عشان ترميها في اي حته. بقى دلوقتي معلم بقى حضر لنا بقى فطار، ربنا يستر بقى عشان انا جعان. بالك عايزك تظبطنا بالله عليك. ماشي يا ميدو، عايزك بالله عليك تظبط لي اكله حلوه كده اللي انا جعان بالله عليك. هبهرك. لا الله يبارك لك، الله يبارك لك. هخليك انت اللي يعني تقول لهم راي طعم الاكل ايه. طيب انا مش عارف ايه ده الصراحه يعني اللي انتبهني على الواتس انا لسه هنا ورا هنا مصور فيراري، يعني لفيت لقيت دي، انا مش عارف في ايه. لا اله الا الله. انا دلوقتي بقى هطلع يا دوبك يعني يا دوبك الحق. السلام. اهو كده اللحمه تحت وادي الرز، نحطه بقى في الفرن ونسيبه يستوى لغايه الفطار. يا دوبك بقى كده ايه، اعمل طبيخ البطاطس لغايه الرز ما يتعمل. نحط بقى الصلصه تتسبك. يا سلام، نحط الصلصه تتسبك. انا بعد كده اقفل قناه الفلوجات وافتح قناه طبخ ان شاء الله. والله سميها ابو عيسى للاكلات اللذيذه. ادي ايه، الصلصه اتسبكت معانا، نسيب بقى فيها البطاطس. ورقه وقلم واكتبي معايا ست الكل. اهم حاجه في المطبخ ان المطبخ ما يكونش وسخ. الحاجه اللي تستعملها تتغسل كده على طول عشان ايه الدنيا تبقى حلوه. وادي الرز لسه قدامه شويه حلوين، قدامه بتاع نص ساعه لغايه البطاطس ما تستوى، كده اجيلكوا تاني. كده يعتبر تقريبا يعني الرز استوى واتحمر خلاص. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بتدل على الجمال. وادي هنا البطاطس. سلام سلام. احنا كده يفصلنا عن الفطار دقيقتين، هغرف وندوقه، شوفوا بقى الطعم زي الشكل ولا ايه الدنيا. يا جدعان كل بقى كده، قول لي رايك. لا حاجه عاليه، حاجه عاليه جدا. لا الصراحه لسه سيبين ما يعرفش يعمل اكل. الله عليك، احسنت يا ابني والله. اي واحده عايزه تتعلم الطبخ تجيلي يا جدعان، تدخل لي وتقول لي ايه انا عايز اتعلم الطبخ. يلا هاكل واشوفكم بعد الاكل. A few moments later. بس من الواضح كده ان الاكله ما طلعش حلوه يا جدعان. الله اكبر يا رجاله. او كده الحمد لله الفلوج خلص اليوم، وكلنا وشربنا وعملنا كل حاجه وتصورنا. بس لو عجبك الفلوج ما تنساش تعمل لي لايك، فولو، سبسكرايب. لو عندك اي سؤال اللي لسه هتلاقيه سيبهولك تحت، والكومنتات الحلوه الجميله بتاعتكم اللي بتشجعني ان انا اكمل. وبس ماشي يا رجاله، ان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي. ام